هنوضح لكم دلوقتي كده بسرعه الفرق ما بين الفرن وما بين الميكروويف. الفرن هو يعتبر نفس الفرن اللي عندك في البوتاجاز بالظبط، بس بيعمل بالكهرباء، يعني عباره عن سخانات، مروحه، لمبه تقدري تشوفي منها محتويات الفرن من جوه او الاكل اللي انت حاطاه. انما هو بيعمل نفس وظيفه التسخين بس بالكهرباء بديل الغاز، يعني نفس الفرن اللي عندك في البوتاجاز بالظبط. لما نيجي هنا للميكروويف، الميكروويف عباره عن اشعه بتعمل اعاده تاهيل للاكل في 30 ثانيه او في دقيقه بكتير قوي، بتخش جوه كل حته في الاكل بتعمل لها اعاده تاهيل، مش بتسخنها بس، دي بترجعها في حاله ما انت سويتي الاكل ساعه لما عملتيه طازه، سواء من يومين، من 3، من اسبوع. كمان الميكروويف تقدري منه تفك المجمدات باسرع طريقه وباسرع وقت. الميكروويف عندك الساعات بتاعته بتفرق عن الفرن. الفرن انت محتاجه فيه يكون معاكي ساعه كبيره، كل ما عدد افراد اسرتك بيزيد. الميكروويف تقدري لو خدتي اقل ساعه، ان الطبق بيسخن في 30 ثانيه، ممكن تسخني اطباقك كلها، لو 4 5 اطباق على الغداء مش هتكملي دقيقتين. يا رب كده نكون قدرنا نعرفكم الفرق ما بين الفرن وبين الميكروويف، وانتظرونا في فيديوهات تانيه.